السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني، يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. تعالوا بقى النهارده نعمل صينيه بطاطس بالكفته. صينيه كده ايه حلوه كده، سهله ومفيش فيها اي حاجه يعني. هنا انا عندي لحمه، بشرت بصلايه وحطيت عليها شويه ملح وسبتها تنزل ميتها، وبعدين صفيت البصل من الميه. انا عايزه بس التفل بتاع البصل، اخدته وسبت الميه على جنب، انا مش هرميها، انا محتاجاها يعني. المهم ايه، حطيت بيضة وحطيت معلقتين ونص بقسماط، وبعدين هنزل بقى بالبهارات بتاعتي. هنا حطيت نص معلقة بيكنج باودر صغنططة، تمام، عشان بس خاطر البتاع ما تكشش معايا، الكفتة ما تكشش يعني، وفي نفس الوقت بتخليها حلوة يعني. المهم بقى هنزل بقى بال11 بهار، واحط ملح وفلفل، بس هكتفي بالبهارات دي يعني، مش كفايه ال11 بهار، هم فيهم كل حاجه يعني. المهم بقى وهعجن اللحمه بتاعتي لحد ما الامسيه بتاعتها تختلط ببعض وتبتدي تبان كده. المهم ايه، هسيبها بقى تريح نص ساعه في التلاجة، وبعدين هرجع لها. هنا بقى جبت صينيه هقطع فيها بصل شرايح ومعلقه توم، تمام، وهحط بقى البهارات بتاعتي، ملح وفلفل وشوية كمون وشوية كزبرة وحبة بابريكا. المهم وهقلب بقى البهارات دي كويس قوي، وهكون بعد كده مقطعة بطاطس حلقات وقطعتها وغسلتها. المهم ايه، هنزل بيها بقى فوق البصل والتتبيله اللي انا عملتها ديت، هنزل بالبطاطس كده وهقلبها كويس قوي. تمام، وبعد كده هرصها كويس في الصينيه كده، هسويها يعني بايدي في الصينيه. المهم ايه، وبعد كده هبتدي اجيب الكفته بتاعتي بقى بعد ما كانت ريحت بقى في التلاجة. دي بقى ميه البصل، عرفتوا بقى انا مرميتهاش ليه؟ عشان انا محتاجه ان انا اصبع بيها الكفته. المهم بقى انا هنا هعمل الكفته ايه، كور صغيره. هبتدي اخد ميه البصل كده في ايدي، واخد بقى ايه حته لحمه، وابتدي اكورها كده في الصينيه وايه، وهحطها فوق البطاطس. اظن الطريقه سهله، ما فيش فيها اي حاجه صعبه، يعني سهله جدا، وطعمها يا جماعه لذيذ جدا والله العظيم بجد، تبقى احلى صينيه بطاطس ممكن تاكليها يعني. المهم بقى هبتدي اخلص الكميه كده زي ما انتوا شفتوا. هكون بقى ضربت طماطم في الخلاط، هنزل بيها كده البطاطس والكفته بس، واحط لها رش زيت، وهسيبها بقى تاخد غلوتين على البوتاجاز. اول ما تبتدي تغلي كده هقوم مدخلها الفرن على طول. تكمل بقى باقي تسويتها في الفرن. دي بعد ما كانت طلعت بقى، بصوا خطيره خطيره. اعملي جنبيها رز ابيض او رز بالشعريه زي ما انت عايزه يعني، اللي بتفضليه كله حلو يعني. المهم ايه، لو عجبتكم ما تنسوش تعملوا لي لايك لصفحتي مطبخ نولي عشان يوصل لكم كل جديد. سلام.